98%. قفشه رايك في اداؤه؟ قفشه مع كل احترام والتقدير، قفشه مع المنتخب مش لاعب مؤثر، ولا هو ولا محمد شريف. يعني لغايه دلوقتي شفنا فتره، لكن قفشه ممكن تلاقيه في ماتش الزمالك متفوق، يعني بيعمل ماتش حلو، لان الزمالك مش من الانديه اللي بتلعب مفتوح ولاعيبتها ممكن ما تكونش ملتزمه، فقفشه بيلاقي مساحات، قفشه بيستلم بدون ضغط، لان قفشه مش لعيب قوي دفاعيا، ولكن هو باسير حلو لو مش مضغوط عليه. حسين الشحات يستحق الانضمام للمنتخب؟ طبعا على ادائه مع النادي الاهلي يستحق، لكن انا فاكر لما كلمتك هنا كابتن سيف، قلت لك حسين الشحات هو مشي ليه منتخب؟ عنده قلوصات. انا بقول لك من دلوقتي هو يلعب ماتش سيمبا. ماشي. لا انا بتكلم على ولعب ماتش سيمبا، بتكلم على الجزء الفني. هل يستحق الانضمام للمنتخب؟ يعني مكانه مهم في المنتخب او لاعب مؤثر؟ في لعيبه بتلعب ماتشات كويسه قوي في افريقيا وفي الدوري، لكن في لعيب دولي ولعيب دوري. حسين الشحات حتى الان لم يثبت انه لعيب دولي، هو لعيب دوري. وخد بالك مع كل احترام والتقدير لماتشات الاهلي بيلعبها في افريقيا، قولا واحدا الاهلي لو ما خدش كل سنه البطوله فده عيب. مش انت جاي النهارده توزع العيب على الزمالك والاهلي؟ والله هم اللي ياخدوا الكونفدراليه داخل افريقيا. كابتن سيف، انا عندي دلوقتي 10 8 9 لعيبه. انت عايز تقول الزمالك والاهلي ما عندهمش منافسين ولا في الكونفدراليه ولا في افريقيا؟ كابتن 8 9 لعيبه موجودين في منتخب مصر. عندي علي معلول منتخب تونس، عندي بيرسي تاو منتخب جنوب افريقيا، عندي اليو ديانج منتخب مالي، عندي اسمه ايه ده، وسام ابو علي او هينضم لمنتخب فلسطين كمان في التصفيات. فعندي فرقه تقيله. انت ما تيجي تلعب اي فريق في افريقيا الطبيعي خالص الاهلي ياخد البطوله. بالظبط.